بذنوب عبادك. يا رب لا تهلك بلادك بذنوب عبادك. أقسم عليك بك منك إليك لا نحصي ثناء عليك. تعودنا منك الكرم فلا يكون منا الكريم إلا الكرم. اللهم إني أسألك سقيا لزرعنا ولمواشينا ولنسائنا ولأولادنا ولأنفسنا. اللهم أمطر علينا من فضل جودك ومن عذب مائك. يقول فلما أنزل يداه هذا العبد يقول فسمعت صوت البرق والرعد. يقول فذهب هذا العبد مسرعا إلى الباب. يقول فارتدى حذاءه. يقول فعندما صرت وراءه وإذا بالسماء كأنها أبواب من القرى. يقول بدأ المطر يهطل. يقول فاستغربت من الظهر إلى ما بين صلاة العشاء ونحن نصلي صلاة الاستسقاء وندعو الله ولم يستجيب الله لنا، وهذا العبد ركعتين ودعا الله فاستجاب الله له. يقول فقلت أريد أن أعرف من يكون هذا العبد. يقول قلت سأموت لم أعرف من يكون هذا العبد. يقول فصرت خلفه. يقول فأخذ العبد يدخل في حارة وأنا وراءه، يدخل في دربا وأنا أمشي وراءه. يقول حتى رأيته دخل في إحدى البيوت. يقول كان الوقت متأخر من الليل فقلت ليس من الأدب أن أدخل عليه في هذا الوقت المتأخر، فأخذت علامة ووضعتها على جدار المنزل. يقول فقلت سأرجع إلى المسجد وآتي في الصباح حتى أعرف من يكون هذا العبد. يقول وفي الصباح خرجت أبحث عن موضع العلامة. يقول فذهبت ورأيت موضع العلامة ورأيت الباب مفتوح. يقول فنظرت وإذا في البيت عدة غرف ومساحة كبيرة. يقول وكأنه قصر. يقول وعندما دخلت إلى هذا المنزل رأيت سيد من السادات وحوله مجموعة من العبيد نساء ورجالا. يقول فقال لي تعال يا أخ نبيعك بالثمن فاختر أيهم تشاء. يقول فأخذت أنظر إلى هؤلاء العبيد واحدا تلو الآخر ولم أرى الذي رأيته في المسجد. يقول فرجعت مرة ثانية أنظر إليهم واحدا تلو الآخر ولم أرى الذي رأيته في المسجد. فقلت له أيوجد عندك غير هؤلاء؟ فقال لي لا يوجد غير هؤلاء. فقلت له هل بعت أحد في الصباح؟ فقال لي لم أبيع أحدا منذ أسبوع. يقول فاستغربت، هو دخل في هذا البيت وأنا وضعت العلامة ووجدت العلامة. يقول فقلت له سأذهب وآتي إليك مرة أخرى. يقول وعندما خرجت نظرت إلى إحدى الغرف فرأيت عبدا جالسا بمفرده. يقول فنظرت إليه وتمعنت بالنظر إليه وإذا هو نفسه الذي رأيته في المسجد. فقلت له أريد هذا العبد. فقال لي دعك من هذا عبد كاسد لا يصلح معك لأي شيء. فقلت له أريد هذا العبد. فقال لي يا أخ أقول لك هذا العبد كاسد لا يصلح لأي شيء، أخذ من هؤلاء يتحملون العمل الشاق وينفعونك. إذن هذا العبد كان حتى عند سيده غير مهتم أو غير مبالي له، وكان مستحقر أو مستصغر عند سيده وعند العبيد الذين حوله. يقول فقلت له لا أريد هؤلاء، أريد هذا العبد فقط. فقال لي خذه حتى ببلاش. إذن هذا التاجر يريد أن يتخلص من هذا العبد بأي وسيلة، لأنه لا ينفعه في شيء وهو لا ينظر إليه بجمال الروح ولا أي شيء، ينظر إليه كعبد مستحقر أو مستصغر. يقول فقلت له لا أخذه بلاش، أخذه بالثمن. فقال لي أعطني ما شئت. إذا لم يجعل هذا العبد حتى قيمة في المال، عكس العبيد الباقين جعل لكل عبد ثمنا مخصص، أما هذا العبد لا أحد يبالي له. يقول فأعطيته المال وأخذته إلى البيت. يقول وعندما وصلت إلى البيت قلت له إنما جئت لأعتقك لوجه الله. يقول فقال لي هذا العبد بارك الله فيك يا سيدي، ولكن لما تعتقني لوجه الله؟ يقول قلت له لأنك سيد من ساداتنا. فقال لي من قال لك هذا؟ قلت نعم
أنت سيد من ساداتنا ومن أصحاب الفضل، وأنت ممن إذا دعا الله أجاب الله له. فقال له: كيف هذا يا سيدي؟ ما أنا إلا عبد محتقر مستصغر، لا أحد يبالي لي، أمري ليس أنا أهتم لأمري، وإنما أمري عند الآخرين، هم من يتحكمون في شؤون حياتي، وهم من يدوروني كيفما يريدون. فقلت له: بل أنت من أصحاب الفضل، وأنا رأيتك البارحة عندما دخلت إلى المسجد ودعوت الله، وأنت كنت سببا في أن يسقينا الله. فقال لي: أأنت رأيتني البارحة في المسجد؟ فقلت له: نعم رأيتك، ولم يكن أحد في المسجد غيري. فقال لي: أأنت رأيتني وسمعتني؟ فقلت له: نعم. فأخذ هذا العبد فرفع يديه وقال: يا صاحب السر، إن السر قد ظهر، ولا أريد العيش بعدما اشتهر. سيدنا مالك بن دينار: فأخذ هذا العبد شهيقا وسقط إلى الأرض. فأخذت أقلب فيه وقلبته، وقد وجدته فارق الحياة. إذن نحن ليس مطالبين بأن ننظر إلى الآخرين بنظرة تقييمهم أو مكانتهم أو مكانة المنصب الذين يمتلكهم، بل يجب أن ننظر إلى جمال روحهم، وأن ننظر ما لا يكونون وما هي قيمتهم عند الله، لأننا والله لم نخلق لهذا، أن نستصغر من الآخرين، وهذه عادة منتشرة في هذا الزمان، ويجب أن نتخلص من هذه العادة، لأن هذه العادة التي بدأت تكثر والله لا تؤدي بنا إلى الهلاك، لا تؤدي بنا إلى الهلاك. اللهم نسألك أن تجعلنا من الصالحين. حبيبنا وحبيب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فارفعوا أيديكم بالتضرع والدعاء